ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، اخباركم ايه؟ هنعمل بقى مع بعض النهارده صينيه كده تحفه وسهله جدا وسريعه. صينيه بطاطس بالفراخ. هنعمل صدور الفراخ شاورما زي ما انتم شايفين، حاجه كده جميله قوي قوي. طعمها ما بتاخدش وقت خالص. هتشوفوا معايا الطريقه، شايفين شكلها عامل ازاي، وبجد كل اللي هيدوقها هيحبها جدا، وكمان تنفعك في العزومات. لو عايزين تشوفوا الطريقه شوفوا معايا الفيديو الاخر، بس ما تنسيش لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا تشتركي فيها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه هنعملها هنجيب صدور الفراخ اللي هي البانيه يعني، ونقطعها صغير كده، ونبدا بقى نتبلها. هنتبلها بايه؟ هنجيب كوبايه زبادي، ومعلقتين زيت، ومعلقتين خل، ونص ليمونه. ده بالنسبه للحاجات اللي هي ايه اللي هتتحط عليها. وبعد كده بقى نجيب التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر. هحط لها هنا معلقه صلصه، بتحطي لها صلصه او كاتشب. لو ما عندكيش كاتشب بتحطي صلصه، وتحطي توم مفروم. ودي بهارات شاورما بتجيبيها من عند العطار او من اي حته. وهنبدا بقى نحط التوابل بتاعتنا: بابريكا زي ما قلت لك، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، وزي ما قلت لك في الاول بهارات شاورما، الثوم المفروم، وكوبايه الزبادي طبعا عشان خاطر بتدي للشاورما بتاعتنا طراوه كده، يعني بتخلي اللحم بتاعها طري واحنا بنسويه. وبنقلب بقى الخليط ده كله على بعضه. وما تنسوش طبعا معلقتين الزيت الكبار وشويه الخل ده طبعا بيتخلل يخليها تستوي بسرعه. ونغطيها ونعينها في التلاجة على بال بقى ما نخلص بقيه المكونات بتاعتنا، يعني حوالي مثلا نص ساعه ساعه كده. هنبدا بقى نعمل الصوص بتاعنا اللي هو صوص التوميه اللي هنحطه على الوش. هنجيب كوبايه ميه على لبن حليب، ممكن تحطي ميه بس، ممكن تحطي حليب بس، انا عملت يعني ميكس بينهم الاتنين. ونحط كوبايه نشا، ونبدا نقلب على البارد كده لحد ما النشا يدوب في الحليب بتاعنا. وبعد كده نحطه على البوتاجاز، وبرده نفضل نقلب، ما نبطلش تقليب لحد ما يتقل معانا. هيتقل معانا يبقى شبه المهلبيه كده. طبعا احنا بنقلب اهو، ده شكله اهو، شايفين ناعم وابيض ازاي. هنسيبه بقى لحد ما يبرد، نحطه على جنب كده لحد ما يبرد، وبعدين نكمل الصوص بتاعنا. تمام كده. هنجيب بقى بعد حوالي ساعه كده، نجيب بقى الشاورما بتاعتنا اللي احنا تبلناها، نجيب صينيه ونحط فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه او معلقه زيت بس، ونقطع البصل جوانح كده زي ما انتم شايفين، ونقلبه شويه لحد ما يدبل، حاجه بسيطه جدا. وبعد كده نجيب الصدور بتاعتنا بالتتبيله بتاعتها نحطها على البصل، ونبدا نقلب ونسيبها على النار لحد ما لونها يغير، تحسي بقى ان لونها بدات تتحمر كده والبصل يدبل خالص. احنا بقى معانا التوميه اللي احنا عملناها او الصوص اللي احنا عملناه. بعد ما برد هنجيب الكبه بتاعتنا ونحط عليه 3 او 4 فصوص توم، ومعلقتين زيت، او 3 معالق كبار برضو زيت عادي. يبقى نحط عليه توم مهروس او فصوص عادي مفيش مشكله. ونجيب معلقتين مايونيز، انا جبت كيس اللي هو الكبير ابو 2 جنيه دوت. ونكمل برضو بميه ولبن حليب، او لبن حليب بس او ميه بس. نحط حوالي نص كوبايه. يبقى هنجيب الخليط اللي احنا عملناه في الاول ونحط عليه الثوم والمايونيز ولبن الحليب والزيت، ونضربه بقى في الكب، نطحنه في الكب. دي طبعا الشاورما بتاعتنا بعد ما خلصت. انا كنت مصوره فيديو ليها في الاول بس هو الفيديو راح مني عشان انا جبت بطاطس ورصيتها. دي الفيديو بتاع البطاطس لما طلع ما تصورش. بتجيبي بطاطس مكعبات تحمريها وتحطيها في الصينيه من تحت، تمام كده، وتحطي عليها خيار مقطع او زيتون مقطع. وبعد كده تحطي الفراخ اللي احنا عملناها، الشاورما احنا عملناها بالشكل اللي انت شايفاه دوت، وتحطي الصوص بتاع التوميه بتاعنا على الوش، تغطي بيه الوش كله. ولو عندك بقى جبنه موتزاريلا كده حطي حبه على الوش، او شيدر، اي نوع جبن تحطيه على الوش، بيدي طعم كده ولون جميل. وبعد كده هنقيد الفرن بتاعنا والشوايه ونهديهم ونحطهم جوه، يعني حوالي 10 دقايق، لان طبعا هي كل حاجه فيها مستويه. بتطلع زي ما انتم شايفينها، شايفين شكلها عامل ازاي، جميله جدا، والوش بتاعها استوى وجميل. وزي ما قلت لك ما تنسيش احنا بنحط بطاطس مكعبات تحت. انا الفيديو دوت ما اتصورش، اللي هو بتاع البطاطس. بتحطي البطاطس المكعبات وعليها الشاورما وعليها التوميه، وبعد كده الجبن على الوش، وتحطيها في الفرن من 10 دقايق لربع ساعه. بيطلع الشكل جميل. انت بجد اكله تغيير جميله جدا. بتاكليها مع رز ابيض او بياكلوها عادي، ممكن بالمعلقه كده، يحطوها في عيش فينو، يعني اللي هم عايزينه. بيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبالهنا والشفا مقدما. وزي ما قلت لك لو لسه معايا لاخر الفيديو ما تنسيش لايك وشير لو عجبك الفيديو، واشتراك بقى في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.